يا صباح الفل عليكم من الدنيا. هاخدكم النهاردة معايا رحلة من الخيال والمغامرات مع القراصنة على البايرتس المركب اللي انا مصورها لكم. التصوير العالمي ده تصوير يا جماعة، اللي انتوا شايفينه ده كله هي دي المركب اللي مفيش زيها في العالم كله، من حاجات كتير جدا هقول لكم عليها في الفيديو ده. اول حاجه تعالوا كده افرجكم على المركب. طبعا فيها المرجحه الشهيره اللي كلها استجمام كده وانت قاعد في وسط البحر، على فكره كانت موجوده في فيلم لف ودوران بتاع احمد حلمي. تعالوا ناخد جوله على طول كده جوه المركب وافرجكم عليها. الاول بنخش على طول على الريسبشن الكبير ده زي ما انتم شايفين، ده على فكره ممكن تستريحوا فيه، وبيكون فيه كمان الغدا في دور تحت كمان. وبعد كده بنروح على الحمامات زي ما انتم شايفين نظيفه جدا وشيك جدا، حاجه محترمه يعني. يخت قوي جدا، يخت نظيف جدا، تاخد عليه احلى صور بقى، يعني صور حلوه قوي 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 قوي، غير الاستمتاع. المرجحه العظيمه اللي شفتوها معايا في اول الفيديو. وهنا بقى الشازلونجات اللي موجوده بيلت ان، وبلففكم معايا كده المركب، يعني واخدها لكم دوران رايح جاي عشان تتفرجوا عليها. نطلع على طول بقى على الدور اللي فوق الساوند ديك، وهنلاقي برضو قعدات وترابيزات، وكمان متغطيه علشان الشمس ما تكونش قويه قوي، بس عايزين نقعد في الهواء الطلق نتفرج على البحر. نقدر نقعد فوق في الساوند ديك زي ما انتم شايفين. وكمان هنا نقدر نطلب اي حاجه نشربها، ده غير ان هما بعد الغدا بيطلعوا لنا هنا على الساوند ديك الفاكهه ناكلها في الجو الحلو ده. بعد كده بقى بيجيبوا لنا الخريطه اللي انتوا شايفينها معايا دي، ويقولوا لنا هتنزلوا على جزيره من الجزر اللي هننزلكم عليها وفيها كنز. هما بيروحوا يدفنوا الكنز واحنا ندور عليه، واللي يلاقيه هو اللي فاز بالكنز. ده غير ان هما بينزلونا في كذا مكان نقدر نعمل فيه سنوركلينج لاجمل الشعب المرجانيه والاسماك الملونه النادره جدا. تشوفوا الوان البحر التركواز اللي في منتهى الجمال، تدرج رهيب، تحس انها كده حته من الجنه. بقى القراصنه خبوا الكنز، والمفروض ان انا هدور على الكنز جوه الجزيره البيضاء ونشوف محطوط فيه ايه وهو فين وهنفوز بيه ولا لا. طبعا يعني هم قالوا لي سايبين علامه، المفروض ان انا ادور في كل الرمله البيضاء اللي انتوا شايفينها دي، عشان مش هتغششوني. غششوني طيب. يلا بينا ندور على الكنز. طبعا قعدت اجري في الجزيره كلها وادور على العلامه اللي هم حاطينها، وفي الاخر لقيت دايره كده عليها سمايل وعليها شعبه مرجانيه ميته فوقيها. وقعدت احفر لحد ما لقيت فعلا صندوق الكنز، وقلت لهم تعالوا ساعدوني طلعوا معايا واحفروا معايا عشان نقدر نطلعه بسرعه. وفعلا طلعنا الكنز، وانا اللي فزت بيه في الرحله الحلوه دي على فكره من غير غش. هم قالوا لي بس في علامه فقط لا غير، وده بمجهودي كله قدرت احصل على الكنز من البايرتس. عايزه اقول لكم بقى زي ما انتم شايفين القراصنه كده موجود لبس ليكوا لو عايزين تتصوروا على المركب او على الجزيره بلبس القراصنه، تعملوا المكياج بتاع القراصنه، كل ده متاح على مركب البايرتس. وهنلاقي كمان قواقع وحاجات جميله نادره جدا زي ما انتم شايفين. سيف ابني عمال يتفرج عليهم وهم عمالين يتحركوا على ايديه، غير بقى الاستمتاع بتاع الجزيره والحاجات النادره اللي بتشوفها عليها، والشعب المرجانيه الحلوه قوي اللي محوطاها، والرمله البيضه جدا 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 اللي على الجزيره كلها. جمال فوق الجمال موجود في شرم الشيخ في محمية راس محمد. طبعا هنكون جوعنا، هنروح نلاقي احلى بوفيه ممكن تلاقوه، شوربة السي فود على السلطات بقى والمشويات، كل حاجة موجودة فعلا في البوفيه ده، ملذة وطاب موجود كل شيء. طبعا اهم حاجه السي فود، لان احنا موجودين في البحر وما ينفعش نكون في البحر من غير اكله الجمبري والسمك المعتبره. عايزه اقول لكم ان اليخوت البايرتس اللي انتوا شفتوها معايا دي مش موجوده بس في شرم الشيخ، كمان موجود زيها بالظبط في الغردقه. ولو عايزين تحجزوها تقدروا تحجزوها من ايجيبت سان مارين، الموقع بتاعهم، ودي صفحاتهم على الفيسبوك وعلى الانستجرام، والموقع الرسمي ليهم تقدروا تحجزوا من عليه الرحلات اقل من اي مكان تاني هتحجزوا منه. انا حقيقي استمتعت معاهم جدا في الرحله دي، وهفرجكم كمان على رحلات تانية عملتها معاهم قلت لازم افيدكم بيها.